مرحبا بناتي، شلونكم؟ شخباركم؟ أكلتنا اليوم هي برياني المستعجلين اللي يفيد للأطفال، جدا لذيذ وطيب. أول شي غسلت التمن ونقعته فترة نص ساعة، راح أضيف عليه ملح وقليل من زيت الزيتون وأعوفه يتهدر على نار عالية لحد ما ينشف المي مالته يتحول إلى نار ناصية. وهسه نروح نسوي الحشوة. الحشوة مالتنا متكونة من بطاطا مقطعة على شكل مكعبات، وهنا عندي شعرية وصدر دجاج أو فخذ دجاج اللي انتو تفضلوه وتحبوه، مسلوق بمي وورق غار وهيل، سلقة مرتبة، وبعدين يتفلس من العظم. ما طلعت الطريقة بالتفصيل لأنه دا أشوفها يعني بصراحة سهلة، بس إذا تحبون اكتبوا لي بالتعليقات تحت أنزل طريقة مفصلة. وهنا عندي كشمش ولوز وبازاليا، راح أقليهم كليتهم وأرجع لكم. ثانية أقلي البازاليا، ما يحتاج لها قليل وقت طويل، دقائق وأطلعها. هسه أبدي أقلي الكشمش واللوز. لحد ما يتحمص أشيله أضيفه على البازاليا والبطاطا. بعد ما جمعت الحشوة كليتها تبقى الخطوة الأخيرة هي قلي الشعرية. أنا دائما أسوي الحشوة منفصلة، يعني مو كليتها أحمل نصها سوا، يكون أفضل وتنطي نتيجة أفضل. أنا راح أنطي رشة قليلة من الملح وبعدين أضيف المي فقط. ضفت البطاطا والبازاليا، وهسه راح أضيف فوقهم الشعرية اللي سويناها. ضفت الشعرية اللي هي مستوية 90%، بعد هسه بيها رطوبة حتى تتهدر، وراح أخلي فوقها صدر الدجاج وأشوفكم شنو أنواع البهارات اللي راح تنضاف عليهم. راح أضيف لهم هنا خاشوقة من الهيل مع ملعقة من الدارسين وملعقة من البرياني. بنات هذه الشعرية بعد ما كملت واستوت، وهذا التمن بعد ما تركناه يتهدر زين وعاش حياته صار تمن نثري حبة حبة. هسه نصبه ونرجع. طبعا هذا الميكس مال السلطة اللي لا غنى عنه بالشتاء، نشوندر مع الطرشي، جدا لذيذ ويا هاي الأكلة بالذات. شوفوا الرز شلون نثري، مع انه هذه الطريقة بالتطبيق جدا تشبه البزل وناجحة. انزل لكم اياها ان شاء الله بالتفصيل شي يوم. وهذه أكلتنا لليوم بنات، كانت جد رهيبة، ضروري تجربوها، كلش طيبة كلش سهلة وسريعة، وحالها حال البرياني اللي بيه شغل هواية ما تفرق. إذا عجبتكم هاي الأكلات اكتبوا لنا تحت بالتعليقات، وطلبوا إذا عجبتكم أكلات معينة ننزلها. لا تنسون الاشتراك
وشكرا جزيلا.